آه، الصيف داخل علينا جامد السنة دي، لازم تشرب ميه كتير بقى وكده علشان صحتك وانت عارف. خد تعالى، رايح فين؟ ما تقلقش، انت ما دخلتش حلقة غلط ولا حاجة، ده هي الحلقة الجديدة، بس انا بعمل فيك حركة وانا جاي النهاردة علشان اكمل كلامي عن الميه. امال انت فاكر الحلقة اسمها سر الميه ليه؟ ما انا جاي بقى اقول لك الاسرار دي، واقول لك كمان على شوية حاجات غالبا ما كنتش انت تعرفها عن الميه. شد لك بقى كرسيك وهات ازازتك وتعالى. قبل اي حاجه عايز اقول لك كده معلومه في السريع وعايزك تركز فيها شويه. خلينا متفقين ان اي ماده في الكون بيبقى ليها وزن، وبيبقى معروف باسم الوزن الجزيئي، والوزن ده بيبقى مهم جدا لان على اساسه بيبقى للماده دي خصائص معينه مختلفه عن غيرها. تعالى بقى اسالك سؤال، ولو انت كنت دحيح ايام زمان هتعرف تجاوب عليه. تعرف الوزن الجزيئي للميه كام؟ ويلا هديك 3 ثواني من عندي. تقريبا كده في 5 6 بس هم اللي جاوبوا صح، والاجابه هي 18 جرام على كل مول. طبعا حبايبنا اللي كانوا ادبي مش فاهمين حاجه من الكلام ده، انا مش عايزكم تقلقوا من اي حاجه خالص، كملوا بس معانا شويه وهتفهموا الدنيا فيها ايه. لما نيجي نبص على الميه بقى هنلاقي ليها خصائص مختلفه وغريبه شويه كده بالنسبه لوزنها الجزيئي القليل ده. يعني مثلا هتلاقي للميه قيم عاليه في حاجات زي اللزوجه والتوتر السطحي وحراره الغليان والتبخر، بالنسبه لمواد تانية قريبه منها في الوزن الجزيئي. يعني مثلا عندك الكحول اللي كنا بنعقم بيه ايدينا ايام الكورونا، والاسم العلمي ليه كحول الاسينول. لو جينا بقى بصينا على الوزن الجزيئي للاسينول هنلاقيه بيساوي حوالي 46 جرام على كل مول، يعني تقريبا وزنه قد الميه مرتين ونص. فاكر بقى في الاول خالص لما قلت لك ان الوزن الجزيئي ده مهم جدا لان على اساسه بيبقى للماده دي خصائص معينه؟ في الوسط العلمي معروف ان كل لما زاد الوزن الجزيئي للماده زادت اللزوجه للماده دي. الكلام ده بقى يمشي على اي ماده او يجي عند الميه ويعمل ستوب. ومش بس كده، ده برضه هتلاقي حرارة التبخر للمية أعلى من الكحول، وحرارة الغليان للمية اللي هي 100 درجة مئوية أعلى من الكحول اللي بتوصل لحوالي 78.3 درجة مئوية. طيب إيه القصة بقى؟ ما هو كده في حاجة غريبة والموضوع مش منطقي خالص. طيب تعال أقول لك على الأغرب. معروف إن كل لما زادت الحالة الفيزيائية للمادة زادت الكثافة. يعني إيه؟ يعني ببساطة لو معانا الثلاث حالات المعروفين للمادة واللي هو الصلب والسائل والغاز، الطبيعي إن الحالة الصلبة هي الأعلى في الكثافة، وده علشان جزيئات المادة بتبقى قريبة جدا لبعض ومش بيبقى فيه مساحة للجزيئات دي ان هي تنتشر، والعكس صحيح، كل لما بقى فيه مساحة للجزيئات ان هي تنتشر كثافة المادة دي بتقل. طيب خد عندك بقى كثافة المية في الحالة الصلبة اقل من كثافتها في الحالة السائلة. هتقول لي فين دليلك يا عم على الكلام ده؟ هقول لك سبحان الله، لو انت بس ركزت شوية هتشوف كل حاجة بنفسك. يعني مثلا شفت القطب الجنوبي اللي مليان جبال ثلجية في كل حتة ده؟ الجبال دي بقى بتطفو على ايه؟ الميه. شفت بقى؟ طيب تعالى بقى نفهم الكلام ده. الميه كماده كيميائيه عندها قدره كبيره جدا ان هي تعمل حاجه اسمها الروابط الهيدروجينيه، ودي روابط بتتكون ما بين جزيئات الميه وبعضها، وبتكون بين ذره سالبيه كهربيه زي الاكسجين في جزيء الميه والهيدروجين في جزيء الميه برضه. والميه من اعلى المواد اللي تقدر تكون الروابط دي، وطبعا الروابط بتزود من تماسك الماده دي. كل لما بيزيد الروابط بيزيد التماسك، فده السبب ان الميه ليها خصائص مختلفه لو قارناها بمواد تانية. اما بقى بالنسبه للتلج فهنلاقي ان كثافته اقل بسبب تكوين الروابط الهيدروجينيه دي. اللي بيحصل بقى لما درجه حراره الميه تنخفض وتبتدي تتجمد، الجزيئات بتبتدي تتوزع بعيد عن بعضها بشكل منتظم، واللي هو الشكل السداسي الجميل اللي بنشوفه ده. وده بيسبب انخفاض في كثافه الميه لان الجزيئات بعيده عن بعضها بدل ما تكون قريبه من بعض. شوف بقى سبحان الله، لولا الروابط الهيدروجينيه دي الميه ما كانتش هتبقى صالحه للحياه. يعني مثلا لو درجه الغليان او التبخر اقل من اللي هي عليه دلوقتي كان هيبقى صعب جدا اننا نلاقي ميه نشربها، لان الميه وقتها هتتبخر بسهوله جدا والبحار والانهار هتجف اسرع. ولو التلج كانت كثافته اعلى من الميه كان زمان عدد كبير من الكائنات البحريه مات، لان التلج نفسه لما بيغطي سطح الميه بيعمل طبقه عازله للميه اللي تحتيه، وبالتالي الميه اللي تحتيه مش هتتجمد والكائنات البحريه اللي فيه هتعيش. وبس كده. ما تنساش بقى لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير وتقول لنا في الكومنتات لو كنت تعرف المعلومات دي عن الميه قبل كده ولا لا. على فكره كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.